تفتكروا اتنصب علينا في اكله زي دي؟ لانه بصراحه كده قررت انا واسراء نسحب ونروح سوق السمك في اسكندريه ناكل على البحر مع بعضينا كده. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول ما فتحت عيني كده قلت اصحصح وابتدي يومي بالصلاه على طول عشان ربنا يبارك لنا في يومنا، وصلوا بينا على النبي ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. قررت اتحرك مواصلات لانه العربيه زي ما انتوا عارفين الناس اللي من اسكندريه مش بنلاقي موقف، واللي بيروح اسكندريه عارف انا قصدي ايه. وصلنا اسكندريه وقلت اصور لكم الطريق والبحر والاجواء كانت تحفه يا جدعان. فاتجهنا على طول ان احنا ننزل على المحطه بتاعتنا وهي محطه الرمل. الشمس كانت ساطعه قوي بس كنا انا وبودي متجهين على الكافيه اللي احنا هنقابل فيه اسراء وهو روز باريس. وقابلت حبيبتي وكانت زي القمر، وبعدها قلت لما اشوف المكان كان فيه قعدات رايقه وعندهم دوناتس ومشروبات حلوه جدا والقعده فيه بسيطه جدا ويا بخت بتوع اسكندريه بيه. طلبت من عندهم لاتيه البيستاشيو انصحكم تجربوه، وخدت معاها سايد دوناتس فري. فقمنا اتحركنا واتجهنا بقى على سوق السمك، والمهم بقى المنتظر في رحله البحث على فواكه البحر ارخص من المطاعم بمليون مره. كانت اسراء هنا بتقول لي دوق الجندفلي وهو ناي، ودي كانت اول مره ان انا اجربه كده اصلا. فما حبيتش اعمل التجربه لوحدي، فقررت ان انا اخلي بودي هو كمان يدوق معايا. بس هو كان مصدوم شويه حبتين في الموضوع، كان غريب عليه بالنسبه له عشان اول مره. احلى حاجه في الموضوع انت مش بتثبت عند حد واحد انه يثبت رايك عليك، لا انت رايك ان انت بتدور على الحاجه اللي هي هتعجبك وهتريحك. فجي وقت صلاه الجمعه واتجهنا عشان نروح نصلي الجمعه كده مع بعض وعشان نكمل رحله البحث بعدها. احلى حاجه يا جدعان في الموضوع ان انت ماشي وبتاكل ببلاش. وقلنا نجرب البسارية وطلعت عجبتنا جدا، طعمها كان حلو فخدنا منها واتجهنا على طول على اللي بعده. مرحله الجمبري بتكون صعبه شويه عشان انت بتدور على حاجه نظيفه مش اي كلام. اتجهنا بعدها على حوده الجوهري وهو من اشهر الناس اللي بتشوي السمك وبتعمل خلطه الجمبري، وده على راي الناس اللي سمعناه، وممكن يكون في مكان احسن من كده. فلقينا انه الاوردر مطول حبتين، وجه وقت صلاه العصر ورحنا نصلي العصر ونيجي نكمل نشوف الاوردر خلص ولا لا. خدنا الاوردر وطلعنا ناخد عربيه عشان نتجه على المكان اللي احنا طالعين فيه وهو بحري، عشان نقعد القعده الرايقه الجميله دي على البحر وفي وشنا المراكب وريحه البحر وانت قاعد، وبالمره كده حاجه مختلفه. استنينا اختي تيجي، اول ما جت قمنا فرشين السفره كده زي ما انتم شايفين عليها خير ربنا كتير. وبجد تجربه من احلى التجارب اللي انا جربتها وهكررها تاني ان شاء الله. دي كانت حاجه مختلفه اول مره اعملها، وبالذات انها مع حبيبتي وانها كان نفسها تعملها اصلا من فتره. خلصنا اكل بس الموضوع كان صعب شويه في حوار الميه، وكنا عاملين حنفيه عمال ينزل عليهم بالقطره لدرجه ان انا قلت له شغل الموتور يا ابني. بودي كان مستني بالنقطه انها تنزل عليه ميه، تحس ان هو مزلول في الموضوع. بس خلصنا اكل الحمد لله، وقلنا نطلع نعمل حاجه مختلفه واخد رايكم في السويت شيرتات اللي احنا عاملينها وصورنا فيديوهات مع بعض. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم راي ان احنا نعمل حاجه مختلفه اكتبوا لي في الكومنتات. واستنونا في اماكن كتير كده مع بعض، وكان معاكم كريم واسراء، واستنوني في الفيديو الجاي.